جينا نمشي قالوا لنا نقعد، جينا نقعد شدوا الكراسي. دي بالظبط الطريقة اللي بيتعامل بيها الإخوان وإعلام المطاريد مع كل حاجة بتعملها الدولة. يعني ببساطة ههاجمك في كل حاجة حتى لو هناقض كلامي، بس مش مهم، المهم اني هاجمك وخلاص. وعلشان اكد لك الحكايه دي انا قررت النهارده ان امشي شويه ورا المطاريد، يمكن كلامهم يبقى منطقي. انا لؤي الخطيب ودي حلقه جديده من انحياز. خلونا نمشي ورا المطاريد يا جماعه، يمكن عندهم منطق وفكر واحنا اللي ظالمينهم. يعني مثلا هم ايه مشكلتهم مع الاداره الحاليه؟ ما عندكش سعادتك اي نوع من انواع التنميه والانتاج والاستثمار المحلي. لم تبني مصانع ولا شركات ولا وفرت فرص عامله. لم تقوم بجذب استثمارات اجنبيه او محليه. انت ما عندكش تعظيم للموارد بتاعتك باي حال من الاحوال. لا عندك تعظيم للصادرات بتاعتك ولا تعظيم للسياحه وقناه السويس وعائلات المصريين بالخارج. انت ما عندكش اي رؤيه. يعني انت مشكلتك ان احنا ما عندناش رؤية ولا تعظيم للاستثمارات ولا الصادرات؟ طب هو كل ده هيتعمل ازاي غير بالمشاريع اللي بتظبط البنية التحتية وبتوفر فرص عمل علشان تكبر حجم الاقتصاد فيحصل كل اللي انتوا قلتوه ده؟ يعني انت عايز تقول لي ان احنا لو اشتغلنا في المسار ده هتوافقوا؟ هتبطلوا تهاجموا؟ طب نجرب. الفيديو اللي جاي ده في نفس الحلقة بعد ربع ساعة تقريبا من الفيديو اللي فات. في خطة موضوعة قد تساهم في تحويل نحو 38% من الديون الخارجية لمصر إلى استثمارات. أيوة، إزاي؟ قالوا إن مصر وصلت إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات عشان يعملوا اتفاق اسمه مبادلة الديون مع الصين. تمام، القيمة كام؟ من 100 ل 120 مليون دولار. البرنامج، وده السطر المهم جدا في الوثيقة واللي أنا عايزك تاخد بالك منه، وقالوه فين؟ في آخر خالص، آخر سطر في الخبر، عشان انت حياتك ما تاخدش بالك. هتقرا العنوان وتجري، ولو دخلت تقرا في التفاصيل شوية هتطمن. إنما لما تعرف إن البرنامج بيستهدف لتحويل ديون مستحقة للصين إلى مشروعات تنموية خضراء ذات بعد بيئي بدءا من 2024، مقابل ان الناس بقى اللي عليها ديون دي، اللي ليها ديون دي، هتعمل ايه؟ هتاخد من عندك اصول. هتاخد من عندك ايه؟ اصول. بذمتك يا احمد يا عربي، انت فاهم انت بتقول ايه؟ يعني ايه هنبدل الديون بمشروعات تنمويه مقابل اصول؟ انت والله ما فاهم انت بتقول ايه فعلا يعني. لا وكمان شايف ان في مؤامره والسطر محطوط اخر الخبر علشان الناس ما تاخدش بالها. طب انا رحت للخبر الخطير ده علشان اشوف المؤامره اللي معموله علينا، فلقيت ان اللي مكتوب بالنص من الصحفي اللي في العربيه، اللي انا معرفش ليه هو هيخبي حاجه لصالحنا، لكن ما علينا. يعني الفقره بتقول مبادلات الدين هي عمليات تبادل الديون، ده التعريف، كالقروض او الاوراق الماليه بعقد دين جديد، اي عمليات مبادله الدين بالدين، ده اول شكل. أو تبديل الدين بحصص رأس المال، تاني شكل من أشكال مبادلة الديون. أو تبديل الدين بالصادرات، تالت شكل. أو تبديل الدين بالعملة المحلية، وده رابع شكل، حتى يستخدم في مشاريع في البلد المدين اللي هو ينطبق على الخبر اللي انت قريته. يعني بدل ما ندفع الدين، لا هنعمل بيه مشروعات تنموية عندنا بتحصل والله. فأنا مش فاهم بقى يعني ايه هنبدل الديون مقابل الأصول فمشروعات تنموية تدخل، فانت أصلا مش فاهم انت بتقول ايه. اللطيف ايه بقى؟ ان المشروعات دي المفروض انها هتساهم في دعم الاقتصاد وفي تحقيق الحاجات اللي الأساتذة اتكلموا عنها من ربع ساعة علشان الاقتصاد يبقى حلو وجميل، بس هما بيهاجموها عادي برضه. طب خلونا نجرب تاني، نشوف حاجة تانية. ايه رأيكم في مشاركة الدولة في الاقتصاد؟ المطاريد بقالهم سنين بيقولوا ان الدولة بتزاحم القطاع الخاص ولازم تفتح له مساحة، ورغم انهم كان ليهم اهداف مغرضة من الكلام ده زي الهجوم على الجيش، لكن الدولة قالت ان مرحلة الاستثمارات اللي كان مطلوب انها تعملها بكثافة عدت، وجه الوقت علشان دلوقتي الدولة تتخارج من بعض الأصول والمشروعات وتديها للقطاع الخاص. المفروض ان المطاريد كده يوافقوا ينبسطوا، صح؟ ما هو نفس الكلام اهو. النقطة التانية برضو واللي اتكلموا فيها كتير جدا هي فكرة التخارج، وتخارج الحكومة من الاقتصاد، وان البديل مكانها اللي يدخل هو القطاع الخاص. بل بالعكس، دول شددوا بصورة كبيرة جدا على ضرورة ان القطاع الخاص يتم مساعدته ودعمه عشان يبقى هو الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد البديل. كويس قوي. يعني انت يا مدام دعاء مؤيدة لسياسة التخارج ووثيقة سياسة ملكية الدولة اللي بتنظم العملية دي، صح؟ عندنا أزمة حقيقية موجودة، وتاني حتى لو موجودة في العالم كله، لكن في مصر الموضوع مختلف شويتين. فأول حد قرر إنه ينط منها ويسيبها
هو النظام، ويسيب مصر بقى كده ربنا يسترها معاها. يعني جه خير، جه ما جاش، يلا اهو. النظام نشر وثيقة الحقيقة غريبة جدا، شكلها كويس، لكن إصرار النظام في كل تصريحاته على كلمة التخارج التخارج التخارج، أنا مش فاهماها الحقيقة. يعني إيه إن الدولة هتتخارج من كل القطاعات اللي بتديرها أو بتملكها؟ الحقيقة يعني كلنا دلوقتي بقينا متخوفين من الغرض الأساسي من طرح الوثيقة. يمكن يكون الغرض الأساسي لا سمح الله إن القطاع الخاص يشارك بصورة أكبر في الاقتصاد اللي هو أنت كنت بتطالبي بيه أصلا. طب أقول لك مفاجأة أكبر، الفيديو الأخير ده من سنة اللي أستاذة دعاء زعلانة فيه من وثيقة سياسة ملكية الدولة وبتشكك فيها. الفيديو اللي قبله بقى اللي مدام دعاء بتقول فيه إنها عايزة القطاع الخاص يشارك من 4 أيام. فأنت حتى لو بتنفذ اللي هم عايزينه بقالك سنة هتتهاجم برضو عادي. هذه نقرة وهذه نقرة. أنا فعلا ما بقتش فاهمكم، الموضوع تحول لسكتش كوميديا سوداء. هو مش انتوا يا ابني اللي بتقولوا عايزين تدفعوا الاقتصاد وتزودوا الصادرات؟ يعني عايزين تزودوا الموارد الدولارية؟ مدينة أولمبية في العاصمة الإدارية تكلفتها 2 مليار و800 مليون جنيه. هل دي الأولوية؟ طب هتجيب لك كام بقى؟ يعني هتدخل إيه العائد؟ ما هو أنت بتبني مشروع استثماري عشان تجيب منه عائد، إيه العائد؟ فعلا ايه العائد؟ لا حاجة بسيطة خالص. يعني مدينة مصر للألعاب الأولمبية دي هتبقى مؤهلة تستضيف مختلف الألعاب، يعني بطولات دولية بعوائد دولارية ودعاية للبلد، يعني سياحة وترويج برضه عوائد دولارية. شوية حاجات ملهاش لازمة إطلاقا، وبسبب الحاجات اللي ملهاش لازمة دي الشعب مش بيثق تماما 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 في دولته، ودايما بيسمع كلام المطاريد. الناس يا عم ده بيسرق فلوسك، يا عم هيديك ال 27% دي فلوسك السنه الجايه هتكون نقصت عن، يعني انت خدت ال 25 صح؟ وهتحط فلوسك تاني عشان تاخد ال 27. نحسب لك بقى ربنا يدينا ويديهم طول العمر في يناير 25 انك خسرت فلوسك اللي حطيتها في 23 تقريبا 75%. يا عم انت خسرت 75% من فلوسك. بس انا مبسوط. لا بس البنك مضمون يا استاذ، البنك مضمون زي الوظيفه الحكوميه المضمون كده. عندنا شويه حاجات يعني ايه ما انزل الله بها من سلطان، حاجات عجيبه جدا. ايه ده، المصريين طلعوا بيثقوا في دولتهم؟ سبحان الله، دي حاجة عجيبة جدا. طب ده ما لفتش نظرك لأي حاجة يا عمدة؟ يعني شغل دي شوية. وفي النهاية عايز أفكرك مفيش حاجة اسمها حياد، الكل منحاز لقناعاته وبيدافع عنها بكل قوته، وأنا منحاز لبلدي ومصلحتها، ومن حقي أنا وكل اللي زيي نعبر عن قناعاتنا بالعقل والمنطق والمعلومة. أشوفكم الحلقة الجاية.